طبعا لو اتكلمنا على المرتبات وفرص الشغل، فهنلاقي اكتر حاجه فيها فرص شغل هي الداتا اناليست، واسهل حاجه تقدر تتعلمها هي الداتا اناليست، وبالتالي المرتب بتاع الداتا اناليست هو اقل واحد فيهم. طبعا مش معنى ان هو اقل واحد فيهم ان هو قليل، هو طبعا مقارنه ببقيه المجالات عامه هو طبعا داتا اناليست مرتبه عالي. بعد كده الداتا انجينير، فعدد الفرص الشغل اقل من الداتا اناليست، ولكن كفلوس كمرتب هو اعلى من شغلانه الداتا اناليست، لان طبعا عشان تتعلم داتا انجينيرنج هتتعلم اكتر بكتير قوي من الداتا اناليست، محتاج حاجات تكنيكال اكتر. فطبعا كل ما الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها تزيد، وكل ما كان التكنيكال صعب، كل ما كان الفاليو اكبر، فساعتها السالري اعلى. ثالث حاجه الداتا ساينتست. الداتا ساينتست الفرص الشغل بتاعتها زي الداتا انجينير بس برضو اقل من الداتا اناليست، وطبعا مرتبه يمكن اعلى مرتب في الثلاثه كلهم، لان هو بيحتاج طبعا موضوع الاي اي ده، وطبعا الاي اي دايما كل شويه بيتغير وحاجه صعبه ان انت تتعلمها، فبالتالي الانبوت بتاعه جوه الشركه بيبقى فعلا قيم جدا، فبيطلب سالري عاليه قوي. فانت شوف ايه التراك اللي انت عايز تمشي فيه، وقول لي في كومنت انت شايف نفسك في انهي تراك.